المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة مسلسل روز وليلى. الشغلانة دي محتاجة قدرات خارقة. مين اللي أقنعك إن في ستات ينفع تشتغل مخبر سري؟ ليلى، انت ليه ما بترديش على تليفوناتي؟ لو كان عندك القدرات الخارقة ديت ما كانوش طردوكي من مكتب الأمن اللي انت كنت فيه. احنا برايفت انفستيجيتورز بس. هم 4 أسابيع ما شوفش وشكوا في المكتب ده تاني. احنا جايين ندور على ايه؟ هندور على ليلى. عاملة غبطة شكلها ايه؟ عندك خطة أحسن من كده؟ ده محمود ابني بس كان يعني حاطط الصوت ده على انتهت الفنانة يسرا والفنانة نيلي كريم من تصوير آخر مشاهدهم في مسلسل روز وليلى. المسلسل ده بيعد أول عمل بيجمع بين يسرا وما بين نيلي كريم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. بتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، وفي جانب كده بسيط من الكوميديا السوداء، وأحداث السياق مليانة بالأكشن والمغامرة. بتدور حوالين محققتين مستقلتين بيتم التعاقد معهم عشان يكشفوا عملية احتيال مصرفي كبيرة حصلت وتم التخطيط والإعداد ليها. وكشفت الفنانة يسرا عن برومو مسلسلها الجديد روز وليلى المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد، وبتشارك في بطولته معاها نيلي كريم. احنا مش هنقبل غير القضايا المهمة بس. مفيش حاجة اسمها قضايا مهمة وقضايا مش مهمة، كل القضايا دي مهمة. مفيش شبهي في بلدك. على كيفك خد هت يا باشا على عينك. اي 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 ما تتخضوش يا جماعة، دي رنة موبايلي، ابني حطها لي. غيريها. قضيتك خلصانة حتى لو خربانة. انت اكيد سكيور مع بيور سكيورتي يا عمو. هتروح تجيب اجلي باشا. قصت وكل ما تعقد انا بسط. ومن خلال اللي شفناه في البرومو إن نيلي كريم بتشتغل محققة وبيتم طردها من مكتب التحقيقات عشان تجتمع مع يسرا في مهمة جديدة، وبتتصاعد الأحداث. ومن تتابع أحداث العمل بتمر روز وليلى بالعديد من الأزمات والألغاز اللي بيحاولوا هم الاتنين إن هم يحلوها. وبيظهر الفنان هشام عاشور بدور شاب عاطل متزوج من الفنانة نيلي كريم خلال أحداث المسلسل. أما الفنان أحمد وفيق فبيعيش قصة حب كوميدية مع الفنانة الكبيرة يسرا. وحسب منصة شاهد اللي أعلنت إن مسلسل روز وليلى اللي من بطولة يسرا ونيلي كريم هيتعرض في موسم الشتاء الأوف سيزون، وإن المسلسل ده بينتمي لنوعية الأعمال المكونة من 10 حلقات، وبيقوم ببطولة مسلسل روز وليلى كل من يسرا ونيلي كريم وعارفة عبد الرسول وهشام عاشور وأحمد وفيق. المسلسل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول ومن إخراج أدريان شيرجولد. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. أشوفكم في الفيديو القادم.